ازيكم عاملين ايه؟ كويسين الحمد لله. في مره من المرات جبت قطه. بنتي مكه كانت صغيره قوي، كان نفسها في قطه وطول الوقت كانت بتزن عليا تقول لي كده. نزلت على جروب المدينه عندنا هنا ان انا محتاجه قطه. ردت عليا بنوته صغيره كده قالت لي ايه، انا عندي قطه للتبني، تعالي ايه خديها. الاول ظروفك ايه؟ قلت لها انا وزوجي ومعايا بنتي. قالت لي طب هي البنت الصغيره ممكن تاذي القطه، اصلا انا بحبها وانا بديها لكم على عينيا. قلت لها لا خالص، دي بنوتي كيوت خالص وما تقلقيش يعني القطه في عينينا. قالت لي ايه، خلاص تعالي خديها. وكان بمنتهى البساطه جدا يعني رحت اخدت القطه. طلع ايه، القطه ما بتسمعش وعندها عين ما بتشوفش بيها. فاصبحت ان القطه مش جايه عندنا عشان تسلينا ولا تسلي بنتي، لا احنا القطه جايه عندنا ممرضه. المهم، ازاي بقى اكتشفت انها بتسمعش؟ مش زي ما كل القطط كده نفتح باب الشقه ملهاش، جريت علينا، حفلت علينا، اتبسطت بينا. ما كانش فيه الاوبشن ده. كانت تفضل مثلا غيتها انها تطلع تقعد فوق الدولاب، نيجي من بره نفتح ندخل على الليفينج، نفتح التكييف نفتح التلفزيون، القطه ما تجيش. طب فين المشكله؟ اتاري القطه اصلا ما سمعتش ان احنا دخلنا البيت. امتى بقى كانت تيجي وتقعد معانا؟ كانت تيجي وتقعد معانا لما نبتدي ان احنا نفتح انوار الشقه، فخلاص هي بعينيها عرفت ان في حد في البيت فكانت تيجي تقعد معانا. اللي انيل بقى ان انا جوزي بيقرف جدا، انا جوزي بيقرف ياكل فراخ، بيقرف ياكل سمك، بيقرف من كل حاجه، بيقرف مننا احنا شخصيا. القطه سايبه الدنيا كلها، اللي احنا انا وبنتي ما عندناش مشاكل، طول النهار نحطك في حضننا كده، وقاعده على رجل جوزي طول الوقت. جوزي يا ستي بعيدي عني، يا ستي بعيدي عني، ابدا. اللي انيل من كده ايه بقى، ان القطه جات لنا في موسم التزاوج، طول الليل تصوصو وتنوو وانا مش انت عايزه ايه، وتقطع في الانتريه وتقطع اتاريها في موسم التزاوج. وبعد كده عرفت من صاحبتها. مش دي برضو المشكله. المشكله ان القطه كان عندها غيه، كل ما افتح باب الشقه تخرج بره باب الشقه، انده عليها مش سامعاني، قاعده فوق قاعده تحت، يا بنتي حتى مش عارفه اسميكي، مش سامعاني. اللي مش عادي بقى كان اكلها وشربها، كانت تنكة تناكة في اكلها وشربها، كانت بشعة. البيض ما بتحبوش، التونة ما تاكلش المفتتة اللي فيها ريحة زفرة، تاكلش غير القطع، الفراخ تاكل الصدور بس. وفضلت تستنزفني ماديا وجسديا. ابسط الامور في الاستنزاف الجسدي ان هي كانت مثلا بتصحيني 7 الصبح اعمل لها فطار في عز ما انا جوزي بيصحينيش، اكله واشربه ولا احضر له لبسه حتى. يعني جوزي كان بيحترمني عن القطه. تعالوا كلوا معايا. يا ريت ما ننساش الاشتراك في القناه. جوزي حس ان انا بيتم استنزافي وساعتها صعبت عليه، فطلب مني ان انا امشي القطه، وخصوصا ان هدومه كانت بتبقى مليانه شعار، وزي ما قلت لكم هو بيقرا